عندي معلومة صغيرة أخي أسد. امم هو الأخ الجزائري كان يقول أن الجيش التونسي والجيش الجزائري مع بعضهم في الحدود، فهمت؟ ايه. ومع ذلك المهاجرين الأفارقة يدخلوا تونس من الحدود الجزائرية، فكيف الجيش التونسي والجيش الجزائري لم ينتبهوا لهذا الشيء؟ مشغولين بيلعبوا شطرنج. بيلعب. والله أنت أقسم لك بآيات الله يا أخي أسعد، أقسم بالله وضع مزري في الحدود. المهاجرين الأفارقة يدخلوا من الجزائر بالآلاف كل يعني يوم. مقصودها الجزائر تريد ان تغرقكم بالافارقه ولا كيف؟ والله فما آلاف الأقاويل تقول أنه هذا مخطط روسي من أجل إغراق أوروبا بالمهاجرين، وبالطبع أنت تعرف أن الجزائر وروسيا حلفاء. وايران وهناك والان علاقات ايرانيه، فتحوا الحدود حتى الايرانيين، ليس للجزائريين فقط، للايرانيين. الشيعة. يعني الان أنا يعني لا الان أطيقهم يا أخي أسعد بصراحة. لحظه، الحرس الثوري والفيلق القدس وفيلق الخرط هذا يركب طائره كانه راكب من بغداد الى البصره، ويذهب الى تونس ويسرح ويمرح ويفرغ فيها، ما شاء الله. ما تفكير سليم يا أخي أسعد، ما شاء الله. سياسة قوية جدا. طيب انا الى حد الان الاخ سراج، لأن كما قلت لك يا اخي سراج، عندما تتحدث، خلاص سد المايك يا اخي محمد وابقى معنا. أوكي أوكي. آه تحدث فيما يخص هناك امتعاض، يعني هناك توانسة طلعوا يشتكون من حتى من التواجد الجزائري عندكم. منتو القضية ليست وردية كما تصورها أنت. إذا كانت الخلافات يمكن في البيت الواحد، يعني أنت بيتكم، أنت يمكن أنت عندك خلاف مع أخوك، خلاف مع أبوك، الواحد حتى بيختلف مع زوجته، مع أم عياله. تجي انت تصور على ان العلاقه بين التوانسه والجزائريين سمنه على عسل وكلنا اخوه وبنلعب دمنا وبنلعب ضبنا وبنلعب شطرنج، يعني هذا كلام ليس سياسي، بل ان هناك شكاوى من انتهاكات لسواح جزائريين داخل تونس، وانتهاكات صارخه وكلام مبتذل، لا اريد ان اقول هنا، ربما يقوله جزائري، كلام مبتذل جدا على تونس والخصوصيات تونس، وحتى على المرأة التونسية للأسف الشديد، من جزائريين، وفيديوهات منتشرة في اليوتيوب بشكل كبير جدا. طيب الأخ كازانوفا. السلام عليكم جماعة الخير، تحياتي لكل المستمعين، تحياتي يا أخي من اللايف. مرحبا. الله يحفظك يا أخي. يا أخي بدأ بهذا المبتغى من هذا الموضوع، زعما تاع هو غادي نشوفوا في آخر الموضوع كيف غادي يتحول الصراع في هذا اللايف نتاعك، ونشوفوا علاش راك درت هذا الموضوع، حتى الصورة توضح وتثبت أن الراية الجزائرية والراية التونسية متشابهان ومكملان لبعضهما البعض، حتى في الراية نتشابه. زعما وين التشابه؟ انظر إلى الرايتان، انظر إلى الراية التونسية والراية الجزائرية، لكن انت اخضر على نفسها. انت اخضر واحمر، وين التشابه؟ لا ركز مع النجمة والهلال. النجمة والهلال هذه في كل مع رمز مكان. الإسلام، ركز على رمز الإسلام. رمز الإسلام في العالم هو الهلال، هو القمر والنجمة، هذا هو رمز الإسلام في العالم أجمعين. هذا الذي حكمت يا أخي، احنا أحيانا لا نميز بين علمكم وعلم الأتراك وعلم تركيا. حتى علم الأتراك هو راية إسلامية، هو راية إسلامية. لا هو رمز تركي. حتى راية باكستان هي راية إسلامية، إلا أنتم راياتكم تابعة إلى بريطانيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى راياتكم، انظر إلى راياتكم، هل عندكم لكم رايات الإسلام؟ ما عليك من الرايات كلها أعلام ليس لها قيمة. أنا تكلمت على الراية بكلام هكا فقط يا أخي. أما الموضوع الجزائر وتونس يا أخي، احنا أمازيغ قبل مجيء الإسلام، احنا شعب واحد من قبل مجيء المسيح وقبل مجيء موسى، من قديم الزمان، ونحن على أرض واحدة، هم أمازيغ ونحن أمازيغ، وماضينا كان مع بعض وحاضرنا هو مع بعض، وها اليوم نشتغل لتصبح تونس والجزائر دولة واحدة، مع موريتانيا، وتصبح الجمهورية العربية
المتحدة جمهورية أو جمهورية المغرب المتحدة، وليس كما واحد الناس المملكة المغرب نسبوا لا كل لا المغرب لا لا العربي لا، لو سمحت لمملكة. لو سمحت لو بون. سمحت لو بتنزل إذا ذكرت المغرب، لا يذكر المغرب. المغرب ليس موضوعي اليوم نهائيا، نتكلم عن العلاقات الجزائرية التونسية فقط. العلاقات الجزائر التونسية هي أيوة. قلت لك علاقات يا أخي ماضينا معا وحاضرنا ومستقبل، وها هنا نحن نشتغل اليوم لنصبح دولة واحدة مع موريتانيا ومع ليبيا ومع تونس ومع الجزائر، وكل هذه الدول الخمس راياتهم واحدة، هي نجمة وقمر، نجمة وهلال. كل هذه الدول يجمعنا الراية موريتانيا والجزائر والصحراء الغربية وتونس وليبيا، حتى في الرايات نتشابه، ما عندنا مشكلة. هذه حاجة بديهية بتشوفها أنت، حاجة بديهية. أما العلاقات التونسية الجزائرية كدولة حتى دولة نتشابه. اسمع يا أخي، اما اتفاق بين دوله ودوله، دوله الجزائر هي مستقله على دوله تونس، وتونس لها استقلالها التام. وقال الرئيس الجزائري: نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأشقائنا التوانسة، وهم سياد على أرضهم وفي قرارهم، نحن نساندهم فقط، نساندهم في أي حاجة. حتى نقسموا خبزنا مع التونسيين، سوف نقسم خبزنا مع التونسيين، لأن التوانسة إخواننا وقفوا في الثورة الجزائرية مع الشعب الجزائر وكانوا شهداء على استقلال الجزائر، ونحن نقسم معهم كل شيء. أما سياستهم هي حرة مستقلة على الجزائر، هم مستقلين وأخذوا استقلالهم قبل الجزائر. وهذه الحدود التي نتكلم عليها كل حدود العالم ودول العالم موروطة عن الاستعمار. ولو كان نوليو الحدود كل واحد يطالب بأطراف حدوده، هي اثيوبيا الاولى التي سوف تطالب باليمن وتطالب بالصومال وجيبوتي، لانها كانت مملكه الحبشه تمتد من افريقيا الى اسيا. فهمت يا اخي؟ الحدود هذه احنا ما نصبناهاش، احنا نصبوها الاستعمار وخلاوها كده، وحنا كامل معترفين بها. تشوف حدود دول العالم كلهم متناحرين فيما بينهم، بين الهند وباكستان على كشمير، بين المغرب والجزائر على الصحراء الغربية، بين الجزائر والطوا والتشاد. كل العالم له حدود، حتى فرنسا وفرنسا والمانيا فيه نزاع على الحدود، حتى الانجليز والفرنسيين لهم على يا اخي هذه الحدود موروطه على الاستعمار، حنا قابلينها. نريد ان ننزع هذه الحدود ولا نريد الى تحويلها، نحن نشتغل من اجل ازاله هذه الحدود التي نصبها الاستعمار، وهي فخة لهذه الدول، لكل الدول. حتى اليمن له حدود متناحر عليها مع سلطنة عمان ومع السعودية. لا يا أخي يا أخي أنت قاعد أنا أحكي لك عامية في كل الدول، ما تنسباش بين الجزائر وتونس فقط. لو سمحت باقي لك دقيقة واحدة، لا تقفز إلى أنت يبدو أنك في الجغرافيا. أمثلة يا أخي فقط، أمثلة جغرافية فقط. حبيبي باقي لك دقيقة، خليك في عمق. خرج يا أخي خرج، وأنت نسخة من هذاك السراج. خبزنا وعجيننا يا أخي، تكلموا سياسة. شو يا أخي اش خبزنا وعجيننا. اسمع خليك من العجين والخبز. ما يا رجال انت يا اخي يا رجال ما تطعز راك كبير يا صاحبي. اسمع فضايحك في تونس تسكم الانوف يا اخي، قدم كارهينكم اصلا. معليش يا اخي، نحن شعوبنا معليش يا اخي. يلا كمل نحن مسارنا واحد ونتحمل بعضنا البعض. انت جاي تتحمل الانجليزي في بريطانيا ولا تتحمل الشيعي اخوك في اليمن، وتتحمل كل الديانات في بريطانيا. عندك كل اجناس العالم متحملها في بريطانيا. شكرا لك. ولا تستطيع ان تتحمل اخوك المسلم جارك اخوك في الله. سد المايك سد. على فكرة أنت أصبح صوتك نشازا. غلق الميكروفون. شوف يعني يا أخي شنتوا من عالم يا أخي. أنا أرى أنه في توانسة يخافون من الجزائريين.
أنا لاحظ أن الأخوة التوانسة إلى حد الآن بيطلعوا يغازلوا تونس خوف. أنتم خايفين من الجزائريين يسبوكم ولا خايفين عليكم ولا ليش الخوف يعني؟ ويطلع يقول لي إحنا سمنا على عسل وإحنا خبزنا وعجيننا وإحنا لحظة يا أخي أنت بتتكلم بعدها مباشرة. وإحنا خبزنا ونلعب شطرنج ونلعب شيء معاكم كلام سياسي. أنا أكلمكم أقول لكم الآن العالم ينظر إلى تونس أنها مجرد أداة في يد تبون. قيس سعيد منزوع الدسم، منزوع الريش، حتى الريش ما عاد في ريش ولا قرار ولا سيادة ولا حاجة. أنا أكلمكم عن هذا. هل تونس الآن لها علاقة؟ لماذا تخسرون جارك المغرب مثلا؟ لماذا تخسرون دولة غنية كالإمارات علشان عيون عمي تبون؟ هل سيفيدك في شيء؟ يا أخواني العلاقات الدولية تقوم على المصالح. مصالح. تبون عندما جاء وعمل مصلحة مع قيس سعيد هو ليس لأنه يحبكم ولا أنه كما تقولوا خبزنا وعجيننا ومتنا مع بعض وانشكحنا مع بعض. قاعد نتمعشق، قاعدين احنا نشوف فيلم هندي. احنا الآن في فيلم رومانسي مكسيكي، فيلم تركي. أنا أتكلم عن علاقات دولية يا أخي. ما مصلحتك أن تبون خلاص له مصلحة. تبون هو يشتري الولاءات، يشتري أي دولة من أي مكان عشان يستعدي بها المغرب. عارفين هذا الكلام. تبون شغال صح، تبون شغال وراء مصالحه، عنده مشروع لتمزيق المغرب وضرب المغرب، وقاعد يشتري هذا الدولة ويشتري هذا الدولة ويشتري هذا الولاء ويشتري هذا الرئيس ويشتري هذا. جاء إلى تونس، ما هي مصلحتك أنت كتونسي؟ فهموني أنتم التوانسة. زمان كان لكم تأثير، كان لكم قدر، كان لكم قيمة. اليوم مجرد تابع صدى. تبون يعطس وانتم تقولوا الحمد لله ويقول يرحمكم الله. ما عاد لكم قرار إلا إذا عدتم إلى الجزائر، إلا إذا انطلقتم من الجزائر، إلا إذا أذن لكم تبون. هذا هو الواقع الذي لا تستطيعون أن تنكروه. وإلا لماذا تستعدون المغرب؟ رغم أن المغرب استراتيجيا أقرب إليكم من الجزائر على المستوى الحضاري. دعوكم من الجغرافيا، ربما في الجغرافيا أنتم أقرب، لكن المغربي أقل شيء لديه عمق حضاري مثلك كتونسي. الجزائري ما. ثانيا على مستوى التركيبة، الإنسان المغربي راقي محترم، حتى إذا جاء عندك تونس بيجي ويرجع بدون سمعة سيئة. الجزائري بيرجع وسمعته نتنة يا أخي من عندكم. يعني ما يجمعك وما يقربك بالمغربي أكثر. قيس سعيد ضرب بكل هذه الاعتبارات عرض الحائط وراح. حتى التعزية ما عزاه الملك المغرب، حتى التعزية ما عزاه، وهي بروتوكوليا واجبة. بروتوكوليا تبون نفسه عزة، تبون نفسه عزة، لكن عدم التعزية بروتوكوليا وسياسيا معناته هذا إعلان عداء. إعلان عداء. دولتين جارتين تموت أم الملك محمد السادس ولا يعزي قيس سعيد، معناته هنا في قطيعة. حتى لو كانت العلاقات موجودة، حتى لو كان في سفراء، على الصعيد الدبلوماسي هناك قطيعة. كلموني في هذا يا أخواننا في تونس، كلموني في هذا. أنا إلى الآن ما طلعت مغاربة. شوف، وأنا أتكلم معاكم أنتم، أتكلم مع إخواني التوانسة ونفهم منكم. هل بعيدا عن المناكفة، دقيقة أخي، بعيدا عن المناكفة لي أنا أو تناكفون إخوانكم الجزائريين، إلا إذا أنتم خايفين من الجزائريين انزلوا من القسط. يعني إذا أنتم خايفين منهم انزلوا، خايفين يسبوكم أو خايفين يقدحوا فيكم أو شيء. تحدثت كثير يا أخي، تحدثت كثير. خلينا نحكي معك. أنت لو جيت جزائري أو جيت مغربي أو جيت تونسي ولا جيت ليبي، نجاوبك ونفهمك ونحكي معك ونتحاور معك ونقعد معك لآخر القاسط وما يقلقنيش. أما أنت يمني يا أخي أو سعودي، شو دخلك في المغرب العربي يا أخي؟ خلاص ليش طلعت أنت؟ لماذا صعدت؟ لماذا صعدت؟ لماذا صعدت؟ يعيشك. لا ما خليك يعيشك. لا لحظة. لا لحظة لو سمحت. سد المايك، سد المايك. هناك عاهرات في اليمن. مايك. سد المايك يا أخي. لا تذكر العاهرات يا أخي. لا تذكر العاهرات. لا تذكر العاهرات لأنني سأوجعك. أنا هنا أحترم إخواني التوانسة، ولن تجرني إلى أن أسب التونسيات. لن تجرني إلى أن أسب التونسيات. لن أسب التونسية. تقول أنت عاهرات في اليمن، أنا لن أقول هناك عاهرات في تونس. التونسية على عيني وراسي. الكبيرة لو سمحت يا أخي، سد المايك يا محمد. سد المايك يا محمد. لن تجرني، وأنا متأكد أنك تبوني. أنا متأكد أنك من عنابة ولست تونسي. أنت تريد أن تجعل بيني وبين التوانسة الآن خلاف. والله ما سب تونسية. الكبيرة أمي أقبلها على رأسها، والصغيرة بنتي، واللي في عمري أختي. لن نسب،
لن ننزلق إلى مستواكم أبدا، احنا ما راح ننزلق. تذكر دعارة، ما دعارة الله يسامحك يا أخي، ذكر اليمن وبنات اليمن، هذا عائد إلى التوانسة، عائد إلى أخلاق التوانسة، هم يقروا هذا الرجل أو يبعدوه. تفضل يا أخي. اللي بعدها الأخ جندل أو ما أدري اسمك، نسيت اسمك يا أخي، تفضل تفضل. السلام عليكم أخي أسعد، أنا حكيم. وعليكم السلام، أهلا حكيم، تفضل يا أخي تفضل. كيف الحال أخي؟ الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا، الله يهنيك. بعيد الشعب التونسي لا دخل، لا احنا كتوانسة لا نجبدوا أعراض الناس، ولا نجبدوا لا أخوتنا اليمنيين ولا الجزائريات ولا المغربيات، كل أخواتنا العرب على روسنا من الفوق، وشرفهم وقدرهم فوق روسنا من الفوق. الله يحفظك، شكرا لك. وإن كانت زلة فهي لي. أما أنا حبيت نعقب جست على كلمة السيادة اللي قالها الأخ التونسي. حبيبي، تونس ستبقى بلد المهاجر سد المايك يا أخي. لحظة يا أخي، لحظة. لكن تونس أكمل. لكن تونس يا أخي أسعد ستبقى بلد ذو سيادة، لأن سيادة شعبها وشعب، أنت تعرف الحمد لله احنا كتوانسة شعب راقي ومثقف، من غير ليس في ضرب الورود. سأعقب أخي لحظة أخي المهاجر سد المايك، يا المهاجر، يا المشرف سد لي المايكات. المهاجر اللي فوق سد مايكك يا أخي. أكمل يا أخي. شكرا أخي، سأعقب على الصورة هذه. لحظة يا أخي، لحظة. يعني أنت لا ترى أن هناك انتزاعا للسيادة التونسية، يعني أن العلاقات مع تونس متكافئة، وأنه مصلحة يعني تسودها المصلحة، وأنه قيس سعيد لا يدير، يعني لا يخضع للتبون في كل شيء. أنت ترى هذا كذا أنت؟ لا، أنا يمكن من منظور آخر، يعني مهما تكون، ولو حتى الآن إذا كان أنت تشوف كتونس عندها تبعية للجزائر، فإنها مجرد وقت، لأن هذيك السلطة الحاكمة الظرف الحاضر هي اللي تحكم هكاك. لكن في نفسية كشعب احنا ما نتصرفوش هكاك. لن أنا كتقول لي تونسي أنت تتبع لولاية جزائرية. يا حكيم أنا لا أتدخل عن لا أتكلم عن التركيبة السكانية ولا عن الشعوب، أنا أتكلم عن القرار السياسي الدولي، علاقة الدولة بالدولة سياسيا، يعني ما كيف حالها؟ ما تزيدنا يا أخي علاقة الجزائر وتونس سياسيا منذ القدم، ما بتزيدنا أي حاجة. لا أتكلم عن الشعوب، أتكلم كما تتكلم أنت عن الأمور السياسية. ما بتزيدنا ولا حاجة. إن كانت زادتنا فراهي زادتنا من قديم الزمن، بالعكس في التاريخ كانت لنا مضرة أكثر من أحداث قفزة وانت جاي. حتى أخوتنا الأفارقة اللي يدخل بالملايين إلى تونس، فهذا ليس اعتباط أخي. إن يمكن غدا إذا كان تونس فيها 10 مليون وفيها 3 مليون مهاجر، فهذه الحدود محلولة، ومنين تدخل من الجزائر. ليس لنا حدود ليبيا مسكر، الحدود الوحيدة المحلولة هي محلولة مع الجزائر. لا نتكلم عن الشعوب، نحن نتكلم سياسيا. علاقتنا السياسيه ولا الاتحاد السياسي اللي باش يكون تو مع الجزائر، احنا كتوانسه ما عندنا باش يزيدنا لحتى حاجه. الغاز وناخذوا فيه. اسمح لي اخي حكيم، خليني اقول لك شيء. قفل سد لي المايك بس اعطيك هذا الملاحظه. شوف، يعني اين الذكاء الدبلوماسي؟ انا لا اصادر عليك انك تقيم علاقات استراتيجيه مع تونس، عفوا مع الجزائر. انت كتونسي وكدوله تونسيه وكرئيس قيس سعيد من حقك أن يكون لك علاقات استراتيجية ومتينة وقوية مع جارتك الجزائر، هذا حقك. لكن لا يكون على حساب أنك تخسر دولة أخرى. هو المشكلة أنه دبلوماسيتكم للأسف الشديد عرجاء، اسمحوا لي يا أخواني، أنا أراها هكذا. يعني لا تملكون الذكاء الدبلوماسي لدى المغاربة. شوفوا الذكاء الدبلوماسي، شوفوا الدبلوماسية المغربية كيف تستطيع تتعامل مع دول الخليج، تختلف معهم، تربط علاقة مع هذا. ذهب الملك محمد السادس في حصار قطر وكسر الحصار على قطر، وفي نفس الوقت دون أن تتأثر علاقته لا بالسعودية ولا بالإمارات. يستطيع الذكاء الدبلوماسي يستطيع أنك يخليك مع الكل في نفس الكل، مع الكل وضد الكل. أما أنتم إلى الآن دبلوماسيتكم بدائية جدا، بدائية. أنك تذهب وترمي نفسك في أحضان تبون وتخسر المغرب، معناته أنت لا دبلوماسية لك. وإيش كسبت أنت؟ إيش كسبت أنت؟ ماذا كسبت إذا كنت ستخسر المغرب؟
وماذا سيفيدك تبون يعني من حيث الأساس؟ هنا خلل يعني عدم توازن. يعني باستطاعتك أن تكون دبلوماسيا ذكيا. لحظة يا أخي، لحظة يا أخي، لحظة، لو سمحت يا أخي، لو سمحت، كلمة فقط، كلمة لو فقط. سمحت يا أخي، أنت آخر واحد يا أخي، لو سمحت خليك دبلوماسي والعب مع تبون. تبون ليس دبلوماسيا على فكرة، أنت تستطيع، أنتم أقدم منهم في الدبلوماسية. الجزائر أعرق بكثير في العرفة الدبلوماسية وفي الذكاء الدبلوماسي. الأخوة في الجزائر لا دبلوماسية لهم للأمانة، يعني هم ناس حياتهم النيف والدم الحامي، وإحنا والدولة الأولى وإحنا أولى أفريقيا، ما يتكلموا سياسة. هم يحبوا الشطحات والنخطات والانتفاشات هذه والدم، وإحنا الذين، وإحنا قارة وإحنا مارة وإحنا. لكن أنتوا تونس، أنت تونس يا أخي، تونس. هذا هو كلامي يا أخي أسعد. لا لحظة يا خلني أكمل لك. أين دبلوماسيتكم؟ ما الفائدة أن تكسب الجزائر وتخسر المغرب؟ لا فائدة لي سي اكزاكتو. هذه هي ايش حبيت نوصل لك، اللي علاقتي اليوم مع الجزائر ولا هذا الاتحاد اللي يعملوا فيه، انا كتونسي ما بتزيدني ولا حاجه. ان اخسر المغرب اللي باش يتحلي باب جديد على المحيط الاطلسي، هذا ديجا انا خسرت باب يتحلي على المحيط الاطلسي. هيا انت الان بدات تفكر صح يا حكيم. هذا هو ملخص حديثي يا اخي اسعد. انا قلت لك العلاقه الجزائريه الليبيه انا كتونسي لا تفيدني اي في ليبيا شيء. يا اخي، انا لا اتكلم عن ليبيا الجزائريه. نفرض خلينا في الاتحاد المصغر الجزائري. ما فيش يعني اتحاد يا اخي، ما عاد فيش اتحاد، ما عاد باقي الا قيس وتبون بس، ما عاد فيش. هذه العلاقه اخي الغالي سياسيا ما بتزيدنا احنا كتوانسه ولا حاجه. بالعكس احنا اذا كان نخسر اليوم المغرب فانا نخسر يمكن بوابه على اوروبا. عليك نور، بدات تفهم، احسنت. اذا نبقى حكم معي، بقى معي، خليني اشوف